نحن لما نقول لك افهم الدليل هذا، النص، كل النصوص نزلت في عهد الصحابة، كيف فهموها الصحابة؟ افهم مثل ما فهم الصحابة، خاصة الأمور العبادات. لا يقول لك والله الشيخ، طيب هل شيخك هذا الذي ما يؤمن عليه الفتنة والذي لما مات هل هو من أهل الجنة أو نار مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين بشرهم النبي بالجنة؟ قطعا لا. فأنت لما تأخذ الفهم من بشر بالجنة هل هو مثل فهم من لم يدري من لا نعلم مصيره إلى الجنة أو نار؟ هذا هو الفرق. أنا نقول افهم النصوص كما فهمها الذين زكاهم سيدنا رسول الله، وشنعوا علينا أننا زنادقة وأننا وهابية وأننا لا نحب النبي، وأننا لما نقول لهم قولوا يا الله أصبحنا لا نحب النبي، ولما نقول لهم فرق بين حياة النبي وممات النبي. في عهد النبي الصحابة يأتون إلى الرسول يقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، فكان الرسول يدعو لهم فيمطرون. ومعجزات النبي لما خرج الماء من أصابعه ولما مسح على ضرع الشاه، معجزات عليه الصلاة والسلام. نجعل هذه المعجزات أنها تنتقل للعباد؟ ما انتقلت هذه المعجزات لا لأبو بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي، هل تنتقل لمن هم دونهم؟ لذلك احذر حبيبي، احذر أن تهلك. إذا مت على عقيدة سليمة فأنت إلى خير، وإذا مت على عقيدة تقول أن مع الله من يضر وينفع، مت على أمر عظيم لا يغفر، لا يغفر. نسأل الله السلامة. الله يحفظك ورعاك. الله يرضى عليك.